السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة البيتي فور بأنجح طريقة. عايزة اقول لكم الطريقة دي بجد بجد من غير مبالغة احلى من المحلات. حرفيا انا مش هقولك زي المحلات، لان هو حرفيا احلى من المحلات. طريقته سهلة جدا وبسيطة، يمكن تكاد تكون اسهل من الكحك ومن الحاجات المتعارف عليها. خلال ساعة هتكوني عاملة كمية محترمة ومخلصة كل حاجة. يعني الفرن بس هو اللي ممكن ياخد منك شوية وقت، لكن انتي لو عندك صاج كبير هياخد كل الكمية ومش هياخد معاكي وقت خالص ان شاء الله. ويلا بينا نشوف المقادير. انا عندي هنا 2 كيلو دقيق، عليهم رشة بسيطة من الملح. انتي لو عايزة تقسمي المقدار عادي براحتك خالص، انا قلت لكم ان انا هعمل في الفيديو ده كمية كبيرة. ال2 كيلو دقيق بياخدوا كيلو ونص زبدة. زبدة يكون نوعها حلو، لان البيتيفور عبارة عن زبدة، يعني الزبدة كل ما كان نوعها حلو كل ما طلع البيتيفور بتاعك طعمه حلو. فأنا عندي هنا 2 كيلو دقيق عليهم كيلو ونص زبدة، فلو هتعملي نص المقدار هتعملي كيلو دقيق عليهم 750 جرام زبدة. ما تقلليش ولا تزودي، التزمي بالمقادير. والافضل كمان ان انت يكون عندك ميزان توزني عليه كل المقادير، لان الشغل النواعم بالذات لازم تكون المقادير بتاعته مظبوطه بالملي. هنضرب بقى الزبدة بتاعتنا كده بالمضرب الكهربائي، لو عندك عجان مفيش مشكلة اضربي فيه برضو. الزبدة بتاعتنا مش بدرجة حرارة الغرفة، الزبدة لازم تكون ساقعة شوية عشان ما تسحش منك وانت بتضربي. لو الجو عندك حر طلعيها من التلاجة واشتغلي بيها على طول. لو الجو لسه برد شوية طلعيها واسيبيها شوية صغيرين وابدأي اشتغلي بيها. انا هنا بقى ضفت 500 جرام من السكر البودر. سكر عادي هتضربيه في الكبة هيبقى سكر بودر، هتوزني منه 500 جرام وهنضرب تاني لحد ما السكر يختفي. انا عندي هنا 4 بيضات، 4 بيضات كاملين. هحطهم كلهم، هحط بيضة بيضة لحد ما البيضة الأولى تختفي، وبعدين هنزل بالتانية والتالتة وهكذا. عندي دي فانيليا سايلة، هحط كده شوية حلوين عشان البيض ما يبانش طعمه ولا يبان ريحته. ولو فانيليا بودر عادي مفيش مشكلة. هنا بقى عندي دول 4 صفار بيض، الصفار بس. انا شلت بقى البياض. ليه شلت البياض؟ عشان البيتفور بتاعي ما ينفش مني جامد والشكل بتاعه يبوظ ويبقى سايح كده في الفرن ما يبقاش شكله حلو. فاحنا هنا استغنينا عن البياض. يبقى احنا حطينا 4 بيضات كاملين عليهم 4 صفار بيض. تمام كده. في الخطوة دي هنشغل الفرن على درجة حرارة 170 ونسيبه كده يحقق درجة الحرارة. قلبت كده كل الحاجة وهنزل عليهم بالدقيق بتاعي اللي عليه رشة الملح. وهنا بقى الخطوة دي احنا مش بنعجن نهائي، احنا بنلم العجين. هنفضل نلم الزبدة كده مع الدقيق لحد ما يبقوا عجينة واحدة. اهي شايفين بقى العجينة وجمالها، عجينة كده يعني تتاكل نية. هناخد بقى عندنا اي قمع بقى انت تحبيه. هتحطي بقى في الكيس الحلواني بتاعك اي شكل بقى انت تحبيه، شكلي زي ما انت عايزة. انا اخترت الشكل الوردة ده وهبدأ اشكل بيه كده في الصينية بتاعتي. ولا تدهني الصينية زبدة ولا زيت ولا اي حاجة نهائي، ولا تحطي حتى ورقة زبدة. احنا البيتيفور بتاعنا كله زبدة، مش هيلزق في الصينية ولا هيتعبك خالص. انت هتدخلي على درجة حرارة 170، ولما يطلع هتسيبيه كده يبرد في الصينية، ما تشيليش على طول وبعدين تبدأي تشيلي. يعني شايفة هنا انا ماسكة الصينية بايدي، بيطلع معانا بكل سهولة. شايفين؟ تحفة ما شاء الله. تقريبا اخد مني 20 دقيقة في الفرن. فبس انتي برضو تابعيه، يعني ما فيش وقت محدد، انتي كل شوية افتحي كده اما يحمر من الجوانب خلاص هو كده تمام فل قوي طلعيه. هنبدأ بقى نزينه. انا عندي هنا شوكولاتة سبريد وشوكولاتة عادية، انا مسيحاها في الميكرويف. اي نوع شوكولاتة انتي تحبوه سيحوه في الميكرويف او على حمام مائي. بس ما تضيفوش على الشوكولاتة المتسيحة اي حاجة، ولا تضيفوا عليها زبدة ولا زيت ولا اي حاجة، هي بس سيحيها. وعشان تطلع الشوكولاتة كده ماسكة نفسها وشكلها حلو وبتلمع وطعمها كمان حلو. انا هنا لزقت بالشوكولاتة السبريد وبنزلها كده في الشوكولاتة اللي انا مسيحاها. وعندي هنا ده فستق مجروش، ما كانش عندي كتير فاكتفيت بدول. هو اصلا طعمه حلو كده من غير اي حاجة،
من غير شوكليت ولا اي حاجة، بس انتوا طبعا زينوه كده وفرحوا الاولاد، وكل سنة وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في لايك وشير وسبسكرايب. انا حبيت انزله لكم بدري شوية عشان بجد بجد عايزاكم تجربوا الطريقة دي، يعني هستناكم تشكروني عليها بصراحة، لان انا ما دقتش في اطعم من البوتيفور ده. وطبعا تقدروا تقسموا المقادير لو حابين تعملوا كمية اقل. ورمضان كريم عليكم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.